كنت قنصل في السويد، وكان هناك رجل كبير مريض في المستشفى في أيامه الأخيرة وطلب أن يراني، ودخلت أراه فسحب مصحف وجعلني أحلف على المصحف إني أتولى نقل جثمانه ليدفن في مصر، رغم إنه كان متزوج من سيدة سويدية وبقاله حوالي 40 سنة بيعيش في الغربة. هذه هي الرومانسية، هذا هو الانتماء الحقيقي. أستاذنا الدكتور عصام تحدث عن تجربة أكتوبر وحرب الاستنزاف. أنا شخصيا عندي قناعة إن إحنا اليوم بنمر بتحدي وخطر أكبر من التحدي والخطر اللي عشناه من 67 ل 73، ومحتاج هذا إلى شحذ الرومانسية. هذا الرجل اللي تشرفت بإني أجلس بجواره تحدث على أغنية عدى النهار، هذه الأغنية التي شدونا بها في أقصى لحظات الإحباط واليأس، وكانت ليست بكائية استسلام، ولكنها كانت تضميد للجراح ورفع على الرؤوس حتى نستمر في كفاحنا وجهادنا. نريد أن ننمي هذه الروح، ونريد أن ننمي الرومانسية التي باتت اليوم مهمشة لصالح الماديات. شكرا. دكتور سامي فين وكله هيتكلم وراه يسجل كله. عشان كمان سهوله تاني الميكروفون تجيب القدوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلكم عارفين الدكتور ابراهيم الفقي اكيد، محدش مش بيعرفوش. حيوا الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه، حيوا حياه جامده حياه جامده. الدكتور ابراهيم الفقي من عظماء مصر زي رئيس الوزراء العظيم، وانا بشكر الدكتور عبادي عشان عزمني النهارده، فهقول كلمتين وبس. زي ما بيقولوا التنميه البشريه هي الحل، هي الحل. تنميه الانسان، اعمل مصانع، اعمل اي حاجه اللي هو اتكلم عليه الدكتور عصام شرف. تنميه الانسان، الوعي، الانتماء، هو ده التنميه البشريه. دكتور ابراهيم الفقي ده مصر، ومات في مصر ودفن في مصر عشان شعب مصر. التنميه البشريه هي الحل، وهي اللي هتنفع الكل. دكتور رهيب الراجل الفل الفل ونور على تل. قال لك ايه؟ قال لك حدد هدفك وامشي وراه. حدد هدفك وامشي وراه، وهتسيبه وتبعد عنه وتكون وياه. جسمك على اسد مش على معزه ولا على شاه. هتنجح والله، هتفلح والله. قول الله 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 وعجب. استاذه رانيا حسن. حتى مكان يا جميل. مساء الخير، تحياتي لكل ضيوف المنصه. حتى مكان يا رخيص. انا كنت جايه النهارده فكره ان انا هخرج مشحونه وطنيا، ما عملتش حسابي ان هكون مشحونه عاطفيا. شكرا دكتوره عصام شرف للجرعه الرومانسيه الوطنيه اللي حضرتك شحنتنا بيها. على فكره انا كاتبه واعلاميه، خدت عهد على نفسي ان انا اي برنامج هقدمه لازم يبقى فيها طاقه ايجابيه واقول فيها حاجه حلوه. دكتور عصام شرف ختم الندوه بفيها حاجه حلوه. فيها حاجه حلوه، فيها مصريين. انا لما ببص لكل الضيوف والمنصه بحس بفخر. انا فخوره ببلدي، فخوره بكل حاجه، تاريخها، فخوره حتى بظروفنا الصعبه، وده اللي انا بحاول اصدره للشباب. دلوقتي طبعا معالي المستشار قال الاعلام فيه مشاكل. نعم، الاعلام فيه مشاكل. احنا على عاتقنا مسؤوليه كبيره جدا للشباب الجديد. لازم النهارده انا هخرج من الندوه هنا، هروح هكتب مقال بكل الشحنه العاطفيه اللي انا خرجت بيها. لازم الشباب يعرفوا احنا عندنا قيمه وقدوه مضيئه زي دكتور عصام وكل الشعب المصري. احنا عندنا دكاتره وعندنا فنانين وعندنا سياسيين، عندنا ناس عظيمه، مصر عظيمه. وعلى فكره انا كتبت يا دكتور عصام قبل ما اجي لحضرتك تطور خواطر، كتبت مقال في الوفد تقريبا من اسبوعين،
مصرية وأفتخر، أستأذنكم هقولها في دقيقة واحدة بس، كان نفس كلام الندوة النهاردة. قلت مصرية وأفتخر، ومصر هي وطني وعنواني، هي دي أرضي وترابها كياني. تقول إيه معنى وطن؟ أقول لك لمة حلوة، صحبة وأهل وأحباب. تقول إيه معنى وطن؟ أقول لك دفى وونس حتى مع الأغراب. كل حي ليه وطن وليه عنوان، حتى العصفور وطنه غصن وأمان. ساعات وطنك تلاقيه في نظرة بنتك ولا في ضحكة ابنك، تبقى هي دي الأوطان. وطنك مش بس حدود وأرض ومكان، وطنك قلوب صافية بتحبك من زمان. ولما تلاقي أرض شبهك وتاريخ بيحكيك وناس حواليك وقلوب بتحميك، ساعتها تسأل وطني فين؟ في فكري ولا حبي ولا أهلي اللي لسه عايشين. وأنا اخترت وطني، فمصر هي أحلى الأوطان. مصر وطني، مصر عنواني، مصرية وأفتخر. شكرا. ماشي اتفضل بعد كده استاذ محسن، اتفضل بعد كده استاذ محسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هنلتزم استاذنكم بالوقت. في انا بهتم الكلمه الجميله اللي قالها معالي الدكتور عصام شرف، هو اثار شجوننا فعلا. القيمه المطلقه للوطن كنا بتتزرع فينا واحنا صغيرين. الشيخ خميس حمدان، انا اسمي جمال خميس حمدان، بتمحك في الدكتور جمال حمدان لانه ده قيمه من القيم المطلقه للوطن، راجل ادى للوطن وحب مصر، فبتمحك فيه بقول انا اسمي شهرتي جمال حمدان. والدي الشيخ خميس حمدان كان رجلا قويا، ودي قصه حكيتها في اكثر من لقاء تلفزيون. ما شفتش دموع ولا عينه بتغرق الا في موقفين ثلاثه، منهم الموقف اللي حكى فيه ازاي اتضربنا في 67 وقلب النفس. مفيش دقايق اللي كنت قاعد باكل معاه من زميلي بدوس في احشائه وخارج بيهرب. والدي كان راجل شيخ حامل كتاب الله، فبيقول لنا على قصه الهروب في الصحراء وازاي كان بيخبي سلاحه علشان ما يعملش عاكس للطيران الاسرائيلي ويحط دماغه في الارض ولابس المماوه ويتلو كتاب الله الى ان تمشي الطيارات. كان بيحكي لنا القصه دي. واحد غير والدي كان يكره بلده، واحد غير والدي بالقصه اللي عملها. يعني انا لما خدت ابني فيلم الممر العظيم، ابني سمع لهناتي في البدايات الفيلم هي هروب المصريين من الطيران الاسرائيلي واللي كان بيحصل، لان افتكرت والدي وعينه بتغرق بالدموع وهو بيحكي القصه دي. لما كنت متاثر بسلسله مقالات الكاتب الكبير الراحل الله يرحمه انيس منصور اللي كان بيهاجم فيها الزعيم جمال عبد الناصر، كنت اتكلم. والدي كان معلمنا ازاي نقرا الجرايد، وكنت بجيب الجرايد من اعدادي وثانوي، بسمع لندن وغيرها وفويس اوف امريكا من صغري. كنت اتكلم عن عبد الناصر الله يرحمه، كان يقول لي ما تظلمش الراجل ده عظيم. والدي اللي كان جاي هارب من حرب 67 حارب في 73، علمنا ازاي غرس فينا زي حب الوطن. اخر جمله، احنا بنعمل كده مع اولادنا. انا خدت ابني فيلم النهار بشرح لابني الصح، بصحح لاولادي المفاهيم. معالي المستشار محمد شريف فاهم ان انا سعيد جدا اللي موجود مع قيمه وقامه وطنيه قضائيه في نفس القاعه. لما كان بيتكلم على اللغه، الطريف ان اخر بوست كاتبه على الفيسبوك عندي لما الاقي قناه فضائيه مصريه في التترات بتاعت فيلم بدايه النهايه كاتبين الادوار السنويه، وقصدهم طبعا الادوار الثانويه. قلت احنا لازم نقرا فاتحه اللغه العربيه، لان الفيروس مش ضرب الفيسبوك بس، ده الفيروس ضرب بعض المواقع الالكترونيه لصحف مشهوره. لدرجه انا علقت بعض التعليقات، يا جماعه لو سمحتوا عينوا، طبعا مش الجمهوريه يا احمد بيه، والله ما الجمهوريه فعلا، عينوا مدقق ومصحح اللغه العربيه. انا راجل محاضر ومدرس قانون والمهارات الاداريه، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى مارست العمل السياسي ومارست العمل التثقيفي والتوعوي.
الامن القومي المصري كان زمان سياده المستشار الجليل، احنا عندنا الامن القومي له ابعاد كثيره، اقتصاد، اجتماعي، ثقافي. الامن القومي التوعوي الان هو على راس القائمه، وانا اسف اني اطلت ومتشكر جدا لهذه الفرصه الجميله. شكرا. بعد كده هننزل على الاستاذ